بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كمسلمين وكتوانسة ما يلزمناش ننساو اللي البلاد هذه دولة إسلامية، ونحن في الأحرار المسلمين وعندنا حقائق علمية يلزم نسعى لها، وحقائق أخرى فينا نحن في طبعنا نحن كمسلمين في هذا الوقت وفي هذا الزمن يقبل الإسلام. وأهم كل ما يجعلنا أهمها كل ما يجعلنا مسخرة للغرب والأعداء الإسلام، الأشياء اللي يقبلها فينا الإسلام ويحبنا ننزعها ما يشبعنا الخصال هذه والبيع هذه، من أهمها اللي يجعلنا مسخرة للغرب وأمثال الغرب، سواء من أفعال ولا من أقاويل دستوراتنا من قبل باش يفرقونا ويستولوا علينا جملة واحدة. هذه الدسائق مقبل فينا نحن، دستور فينا نحن ماهيش متبيعة، نحن يكره الإسلام يلزمنا نتفادوا هذا ونحاول، وحان الوقت باش نرفضوه ونشوفوا في أنفسنا العزة والفتنة. جاء الوقت تو نشوفوا في أنفسنا العزة والفتنة، ولا يبدأ المسلم من جحره مرتين، مرة واحدة فقط. كيفاش مرة واحدة؟ المرة تدعو بها أجدادنا مع الغرب والصهاينة وأعداء الإسلام، أما نحن إن شاء الله بإذن الله السميع العليم ليه ما يلزمناش نتلقوا بس نرجع اللي والنحيو اللي تلتقى. تو جاء الوقت باش النحيو اللي تلتقى فيه أجدادنا من صفات وخصال هما دستوها فينا، ونتصدى للجديد كل ما هو جديد، حتى هما ما يحسوش على تفكيرهم في تفرقتنا وفي تشويه سمعة الإسلام وتشويه الرؤية الصحيحة اللي نرجوها نحن للإسلام بتسأسهم بعض الأفعال والأقوال. هم ما ينقوش على الشيء هذاك، ولكن يلزمنا كنا ننزعوا اللي حطوه في أجدادنا وسلمنا بمعنى طريقة غير مباشرة، كما نتصدقوا الجديد اللي هم يفضلوا فيه كغرب باش يشوهونا ويفرقونا ويستولوا علينا. هذا لا خير في شباب لا يعرف تاريخ أجداده، سبحان الله. هذا هو اللي يلزمنا نعرفوه نحن تو، يلزمنا نغزروا فيه كما نغزروا قدام نرجعوا لأجدادنا. شنو الأشياء اللي دخلت عليها وما يمشي فيها، ما يمشي في خصالنا كمسلمين ولا كتوانسة. كان فيهم الخير الغرب والصهاينة وأعداء الإسلام، ولا فيهم الخير في الناس نتاعهم، مش باش يعلمونا نحن كيفاش نعيش ولا كيفاش ديننا يورينا كيفاش باش نعيش. باعوا فيهم بثمن بخس رسم اللي نحن قاعدين نستعملوا في أقوال وأفعال من عندهم هم دارسينها فينا، حتى الكتب نتاعهم يحاربوها سبحان الله. حتى الأنبياء نتاعهم إذا يومنا هذه الساعة هذه اللي نحن فيها تو يطعنوا فيها ويسبوا فيها، فشكون ننصر فيها؟ هم ننصروا فيهم حتى الأنبياء نتاعهم كما سيدنا موسى وسيدنا عيسى وبرشا أنبياء آخرين هم ننصروا فيهم. نحن ولله الحمد ننصروا فيهم من أعداء الإسلام وأعداء الديانات أصلا بصفة عامة، حتى مش الإسلام فقط. فخرنا بأن مسلمين نحن، مجرد كان فخرنا بأن مسلمين هو المطلوب. أنت في هذا الزمن مطلوب منك أنك تفتخر بأنك من أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كي تفتخر أديك واجب كتسامح، ما يستطيع هذه باش تفتخر كونك من أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن الأشياء اللي يلزم نعرفه اللي هي ماهيش متاعنا كمسلمين، وهي مدسوسة هذه فينا، أما أشياء مدسوسة فينا نحن من أعداء الإسلام، وهم بحد ذاتهم الأشياء اللي دارسينها على نحن فينا نحن درسوها في أجدادنا بإذن الله نحن باش
هذيك ونتصدق للي جاي. فالاشياء هذيك في يوم سبحان الله لا يستعملوها ولا يفعلوها. لا فيه الشعب حتى فيه الشعوب هكا في العالم ولا في حكومات ما تلقاهاش جمله واحده. الاشياء اللي درسينها فينا نحن خويا ما تلقاهاش جمله واحده درسينها من عاملين نحن المكر وفتنه وتفرقه وكره وبغضاء. هاو علاش درسينها نحن وما صلحهم الخاصه وما صلح انفسهم بحد ذاتهم. هاو علاش درسوها ما تلقاهاش عندهم الامور هذه. فرمشي انا مشي كلمه انا تذكر كذا فرمشي شوف ما تلقاهاش الخصال اللي عندنا نحن درسينها فينا خصال اصلا في ليش ما تدير فيها يا رسول الله. فهمت؟ مثال هذا نقولوا مثال عندنا مثال نحن هما ما عندهمش الاملاك المختصه حقوق مكتسبه. نحن عندنا هما دارسينها فينا. كل ما انت طيب سلك يديك هذاك نتاعك هما ما عندهمش املاك مختصه حقوق مكتسبه. هذه الاشياء اللي دارسينها فينا نحن هذا قاعدين نعاني منها يا رسول الله. فهمت؟ ولا مثال انا نقول لك انا حاجه اخرى يستأثر السلطان في الدنيا ويستأثر العالم. عندهم علماء لا ما عندهم تسليسين ولا غاب هم علماء. يستأثر السلطان في الدنيا اللي هو الحاكم السلطان ويستأثر العالم في الدين. فيظن الحاكم أن صلاح الدين لا يعني ويظن العالم أن صلاح الدنيا لا يعني تنبيشة. معناه يوم اللي يستعملوا كذا يقول عندهم قوانين وعندهم منظومات وعندهم آراء وعندهم قرارات ما يفعلوها هم الحكام. هذا المفتاح بتاع الغرب والصغار واليهود المكشوف انا شوف فيها الشيء المكشوف. ما يفعلوها ولا ما اصلا يخموا باش ينظروا فيها وباش يدرسوها. المسلسل هو باش يدرسوها. هي فكره بعد شي يدرسوها يستشيروا الرهاب نتاعهم يستشيروا العلماء نتاعهم. ونحن في وصلت لنا نحن ولا الحكايه كما نقول الحاكم يقول لك صلاح الدين مش من مشمولاتي والعالم يقول لك صلاح الدنيا مش من مشمولاتي. في تفرقه هكذا مظلومه من بعض يا رسول الله. هو ما عندهمش والله العظيم ما عندهم شيء. هذا اليهود والدياش ما عندهمش اللي عندهم يقولوا بالكتب السماويه والاكيان السماويه ما عندهمش الشيء هذا موجود عندنا ومفروض عندنا. وبرشا حاجات من هذاك ليش كلام حاسه كان على اللي بينيه تو ولا الامثله اللي عطيناها تو 200,000 مثال تو اللي في مثال. نحن عطينا امثله زي ما انت تخص العموم فما امثله تخص الخصوص في تبع نمشيو فيها وهي مش متاعنا مش اصلا متاعنا مرتب علينا ما تسوى فيه. وشنو اللي يلزمنا باش نتبعوهم ولا نسمعوهم ولا اصلا ننظرهم جمله واحده في طيب بالكاشف انهم يحبونا الخير ما يحبوناش الخير وما يحبونا كذا الضر والنقمه يحكمين عليه. فهمت؟ يا شيخ سبحان الله من المسلمين لو حتى في تونس نحكيهم ثم أشياء تحدث عليها الأرض هذه والطرق هذه والبلاد هذه أشياء تحدث عليها. فهمت؟ كي جات الفرج مثال نغضلوا فما علامات ومؤشرات باهية. فهمت؟ كي جاء الفرج لإعادة عزة المسلم. فهمت؟ أنت مسلم تونسي كي جاء ربي بعث لنا هذا بسيط من نور بدال لإعادة عزة المسلم والحمد لله. فبدأنا نشوفوا نحن كما نقولوا نحن في وسيط صغير. اللي هو العزة نحكيوا عن العزة دونك لازمنا ندوروه البسيط هذايا ندوروه ونمشوا معاه وندعموه البسيط هذايا. علاش راهو؟ على خاطر نحن لازم ترجع لنا عزتنا كمسلمين. نحن كنا كمسلمين لكن نحن منين؟ كنا مسلمين. ندعموه الطرف البسيط هذايا وطرف النور هذايا وطرف العلامات هذايا ندعموها. ليش؟ أول حاجة باش ندعموها كون نسحبوا الدسائس نتاعهم اللي موجودة نحن في أفعالنا وأقوالنا. الدسائس كل صراحة بأقوالنا وأفعالنا نسحبوها منا نحن ومن أخواننا المسلمين نسحبوا بشوية
عطاء كريم. فربي سبحانه في التشهير هذه كل تعدد نعم علينا نحن تشهيرنا نحن البسيط خطوة هكذا. خلينا نمشي معانا أخوي. عليه شرعي كل راهو مش للإسلام تحكي عليه للمسلم قبل الإسلام للمسلم باش ترجع لك حزتك أنت كمسلم وتفتخر وراسك مرفوع. فهمت؟ الحمد لله يا رب بعث لنا الإسلام نعيم. فهمت؟ من عند كما نقولوا نحن رب عنده عطاء كريم. فهمت؟ نخدموه ونطوروه. وهذا البسيط في حد ذاته له نعيم من كريم كما نقول. هو البسيط هذه المؤثرات نعم عند هاي الحمد لله شيء عنا نعم. هو ليلة شوية عزة تحسوا في الواحد كون أكثر شعر من العزة نسترجعوا أكثر إن شاء الله. فهمت؟ وربي يعطاه له ما يشتدش له المهم نحن نطور الأمور هذه ونسحب الدسائس نتاعهم. هو مطلوب منا شيء مطلوب منا هو نسحب الدسائس نتاعهم. فهمت؟ اللي كانوا نحن نضرر لنا ونخمة لنا راهي في أصلها كيف راهي. فهمت؟ وتبعد فينا على الدين مش دينا كما نقولوا نحن كيف تتصور دين حتى نحن نقولوا نحن أخي توازنونا مسلمين وعلى الدين. فهمت كيف ما نستحقوش حتى نتوقع باش تزيد تعلمنا الدين. هي صحيح مش غلط الشيء هذا. أما بعدنا شوية بصراحة نرجع ممكن يقولوا لا نرجع ليش نرجع تحت الأفعال والأقاويل تاع الغرب والأوروبيين واليهود والنصارى. لا ما تقولوا غرب والأوروبيين بتاع اليهود والنصارى خاطر هي الأمور دخلت في الأمور العقائدية جملة واحدة. هم يقولوا لها كيف ما عادش يقولوا لها هذه أفريقيا وهذه أوروبا. هذا المسلمين يقولوا من اللي نعطيك هكذا يقولوا نحن نغزو بالمثل كله. هو ده اليهود والنصارى هذا اللي يحبوا ايش في اليهود والنصارى في أصلهم يغيروا منه. ماذا ذهب المسلمين وماذا ذهب عندهم نبي ورسول اسمه محمد. هم لهم ماذا ذهب كيف أما في مشيش منهم. فهمت كيف؟ هذا هو النحن لا هو التحية اسمه. فهمت؟ سبحان الله يوم سبحان الله اللي يتكلموا ويقولوا على أسرارهم ودرسوا فينا لغة يلزمك تعبر على نفسك ويلزمك باش يعرف أسرارك. هذا شنو هو الكتاب. هذه من الحاجات اللي كما نقولوا نحن دارسينها فيه. فهمت؟ لا يلزمك تحكي ويلزمك تقول. فهمت كيف وتبين شنو باش تعمل. حكينا وكذا ومنا راه نحكي لك بنا نحن كشعب مسلم على السلم. فهمت؟ أكيد علاش شنو يعرف انت باش تخطط وفاش لازم ياخذ من عندك الافكار. تخلينا قاعدين الشيء الباهي تاع الكبير قاعدين هم كيما نقولوا نحن يستعملوا فيه ويعطوا فينا بالخارج نتاعهم. هم اللي محاربينهم من كتب التناول. هيا يوم محارب هذا ذاك هو الاسلوب باش قاعدين يعمل. فهمت؟ والحاجات هذه تاع يحكونا ويقولونا ويسهلونا ويقولوا لكم استعملوا. فهمت كيف؟ ونحن الاتباع ليس تاعنا. نحن المسلمين بعدتنا ما نسالوش راه ناس كيما هذيك في حكايتنا ما نسالوهمش احنا كيما هذيك وما نشاورهمش من اصله يا ولد. ما نشاورهمش حاجات تستوى فينا. فهمت؟ والاحمق يتكلم بما سيعمل. الاحمق يتكلم بما سيعمل والمغرور يتكلم بما عمله والعاقل يعمل ولا يتكلم. هما بما نحن نقول هم عاقلين بالعقل عاقلين. فهمت؟ بالعقل. فهمت؟ علاش؟ خاطر هما يعملوا ما يتكلموش وقانون لدينا نحن. شنو هو قانون لدينا نحن؟ اتكلموا. فهمت؟ باللي باش تعملوه معناتها حمق يعني حمقوا فينا هكا عين في عينك. هذه ما تبيع لازم نزعل منها بصراحه. سوى له الشعب وسوى له الحكومات. نحن كدوان بصفه عامه وكمسلمين بصفه عامه. ومن بعد ذلك حكومه وشعب ذلك امورنا نحن ماهيش امور الامم ولا هي اصلا امورنا نحن نتاعنا نحن هذه. يدسوا فينا الحمق يا راجل. وهو ما تسمع كان هم ما تسمع كان هم عملوا هكا وهكا. ما تسمعش قبل انا باش نعمل يقول كان عمل. ما تسمعش عليهم حكايات اخرى. ما هيش من صفاتنا والحمق نحن والشكر ما هوش من صفاتنا سبحان الله في كمسلمين.
صفاتنا العزة والكرامة والشهامة والوصول هذه صفاتنا نحن ما صفاتهم. أما الحمق والجبل مانيش تدوها فينا هم زي والحمد لله كونها مكتوبة خاطر لو كيف في قوة مثال ونعرفوها نجموا نحوها خاطر الحاجة لا اللي مركب عليه راهي يدلوا مهما كان مهما والحمد لله هذا دسوها بأجيال قبلنا بإذن الله سميع العليم زوالها قريب إن شاء الله دسات هذه تاعها برشا دسات زوالها قريب إن شاء الله في اتباعنا نرجع اتباعنا للأصلانية. هذه من الحاجات اللي يوجب تركها هذا نحن كمسلمين وتوانسه. كما هما يعتنقون فكر بلا قناعة هم في أصلهم وفي ذاتهم اللي يشوفوا فيهم نحن التقدم ويشوفوا فيهم الحق ويشوفوا فيهم هم العدل ويشوفوا فيهم العزة فالدليل بتاعنا نحن مش بتاعهم هم. فهم يعتنقون فكر بلا قناعة ليش عليه؟ باش يغلبوا من حقيقتهم ومن حقيقة ما وعدهم به الله عز وجل من وين مش من عزة من وين. على ذلك يعتنقون فكر بلا قناعة بأصلهم الأرضية ويتبربش عليهم بالكثير. الحمد لله كما نحن شنو الميزة اللي تو نتميزوا بها نحن كما وتميز بها برشا الناس اللي كانوا قرينا عن اليهود وقرينا عن النصارى الأثري بالتحالف مش بالتحالف المهم وصلنا عرفنا حاجات اللي يمكن من أسرارهم هم ولله الحمد. على ذلك نحكي وكيف على ذلك زاد أقول إن هم راهم عندهم فكر بلا قناعة. الفكر موجود عندهم مش على قناعتهم راهم حقيقتهم راهم يكفوا عليه علاش باش يهربوا من ويل المولى عز وجل والوعود اللي وعدهم ربي سبحانه اللي يكونوا ظالمين وهم ماهمش على حق. هذه هي ويتخافوا فينا يتخافوا الفكر هذا اللي بلا قناعة وفيهم راهم يتخافوا فيه الفكر بلا قناعة تاعهم يعني تحولوا جملة واحدة متحولين راهم نظرة تأخذوا مش هكاك راهم ندريش نظر ونشوفوا فيهم في العز ونشوفوا فيهم في غيره متحولين العباد هذيك كيفاش نشوفوا في ناس متحولة ما هوش حقيقتهم اللي نشوف فيهم في يرضهم العباد هذيك من نصارى ومن يهود ماهيش حقيقتهم راهي هذيك ماهيش حقيقتهم. ونحن زاد راهو الناس يتحولوا كيفهم ما يقدرش يتحولوا بالكل. ولي تنحيل الدفاع بتاعي كله صيانة هيك. أول حاجة صيانة عندك أنت كمسلم في تونس مثال فهمت وصيانة للدين يعني شنو هو الصيانة؟ يعني تصون إسلامك وتصون دينك وتصون بلادك. باش تصون بلادك أنت كي ترفعها وتصون بلادك ممكن تضل فيا فيهم باش تصون بلادك وتنحي شنو اللي ورثناه حتى اجدادنا من الاقوال والافعال نتاعهم هما ماناش نلوموا في اجدادنا نحن هذيك الدنيا شنو يحفظ هذاك القضاء والقدر كيفاش الصح فهمت ماناش نلوموا فيهم بالعكس صح كي نحن غضنا عليهم هما يا رسول الله. وكي تنحي ختمه من الخصال المدسوسه فينا نتاعهم هما تتزرع كان بوضوح وصول اخي مش نحيو راهو حاجة وما تتنويش الحاجة أخرى نحيو خفنا من الدساس نتاعهم وعندنا بذور وأصول ما نعلم فيها كان ربنا في المدرسة نتاعنا وفي قيمنا نحن وكان نحن كمسلمين وراه الخير منهم جاز مدرسة العراقية كان صعب وتتبعنا نحن كمسلمين سواء ذلك ماديا ولا معنويا ولا روحيا وهذا من رقي الإسلام علينا ومن فضل الإسلام علينا ونحن كمسلمين لازم نسيروا في الطريق هذا بإذن الله والدسائس موجودة إن شاء الله وممكن نرى ونصحها برشا دسائس موجودة نحن مش فهمنا المفهوم أما ممكن كي نقعدوا على طاولة ونحكوا فيه راهو عندنا برشا دسائس عليهم كما قالوا علينا كلمة نعطيهم ولله الحمد فبنا اللي باش نعرفوهم يلزمنا نقروا عليهم ويلزمنا نبرشوا عليهم بالكلام مش بالكلام ولا بالتحملات ولا بالتخيلات فهمت في واقعهم وشنو هما يكونوا نحن كيفين يكتشفوا الاشياء وكيفاش يغزون الاشياء وكيفاش يخطوا الاشياء فهمت نحن كما قالوا علينا تو ولينا نقروا عليهم الحمد
محمد ونفهم على حقيقتهم وقاعدين يكشفوا، والدسائس اللي درسوها في أجدادنا هذه الكل راهو نجموا نبينوها نقطة نقطة مش هكاك يفعل النقطة بالنقطة هذه ما يتحمهم وهو علاش عملوها وهو علاش درسوها فينا وهو علاش درسوها فينا وشنو المقصد نتاعهم وهذا راه الدسائس هذه اللي على مدى طويل ولا على مدى قصير فهم خاطر يدرسوها وهم يقراوها بيمثلوا فيك حاجة فهم يدرسوها يعرفوها مثلا تاع 50 سنة و20 سنة فهمتوا فما الدسائس يدرسوها فينا فهم بتاع كما نقولوا نحن أدبيين فهمت شيء بعد شيء وبالتوالي تمشي فهمت يعني هذا يكون بإذن الله إن شاء الله بإذن الله سمعنا عليكم ولمين فينا نحن بإذن الله والقناعة بترك دسائسهم ترجع لك العزة القناعة من مجرد كانت مقتنعة باش تدرك الدسائس نتاعهم فهمت وانت مسلم ما يلزمكش كما نقولوا نحن تكون أحمق يلزمك تكون كما نقولوا نحن عاقل فهمت خاطر انت عاقل انت مولود عاقل ما دامك مسلم ودامك عاقل باذن الله السميع العليم فهمت ترجع فيه العزة فهمت ليه كمسلم وهي نفسها تاريخ من التاريخ اللي الله يحبها اللي الله عز وجل الاسلوب هذا ولا التاريخ هذا ولا الثنيه هذه باش نحن الدسائس نتاعهم يحبها فهمت كل الطرق مراقبه يا رسول الله كل الطرق مراقبه باجهزه ضبط السرعه رادارات نحن نقول كل الطرق مراقبه باجهزه ضبط السرعه ان الطريق الى الله مكتوب عليها تعرف شنو مكتوب عليها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فأسرع فيها كما شئت فإن منتهاها الجنة يمكن تاخذ تاريخ فلسفة النزع دسائس نتاعك فهمت وانت تعيش حتى على البيع وما شنو عندك دسائس لازم تنحاها وحاجات نتاعك هما لازم تنحاها فهمت دسائس هي على خاطر فهمت يعني شنو متعمدة لجعل الفتنة وباش يضربوا المسلمين ببعضهم ونخمة في حد ذاتها كيف نحاها وتاخذ التاريخ انت من الطرق الى الله فهمت سيدي جاء انت فاسرع فيها كما شئت فان منتهاها الجنة فهمت وباذن الله السميع العليم يلزمنا نحط اليد في اليد ويلزمنا نختلف ويلزمنا نرفض ويلزمنا نقصد ونتواقع ذلك في نقول نحن في حاجات معنا ونعترف وذلك فهمت ونسعى باش نبي كما نقولوا نحن يجعل لنا مخرج ويجعل لنا كما نقولوا نحن العزة ويجعل لنا العزة ويجعل لنا الكرامة ويجعل لنا يعني التسليم شيء من كامل فهمت الساعة كمسلمين الساعة نحن قبل الواحد فهمت وكان الإسلام باش يكون نحن كان هذا عزة المسلم بالإسلام فهمت ترجع عندي عزتك تستجد ترجع عزة الإسلام فهمت والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته